ليه في الماكينه وكتصبني في الماكينه؟ خوك هو اللي عارف. غتقتلوه مسكين، غتصيفطي لي خويا ولدي للمقبره، غتعدي لي على خويا على ولدي. كتبقى تقول لي امي فاش كيغوت عليا ولا كيبقى يخاصمني، كتقول ليه امي، كتقول لي راه غيدير فيك شي ضربه وغتصيفطي لي ولدي للحبس. الله ياخذ فيك الحق، غتصيفطي لي ولدي للحبس. هاكا كتقول لي امي. ما عمرها في حياتها دافعت عليا ولا جات مني قبل كاع ما يكبر خويا وما يخدم ويولي هو اللي هازنا وما يتزوج. حتى ملي كنا صغار دائما امي كتعاملني كي بحال مرتبه، ربما شحال وحده مرتباها كتعاملها مزيان، وانا امي اللي ولدتني كتعاملنيش مزيان. لو كان ماشي الشبه اللي بيني وبينها غنبقى ديما نقول بلي هذه ماشي امي وربما لقاتني شي بلاصه. المهم داك النهار رديت عليها، انا قلت لها امي حرام عليك كتغوتي عليا. وانا نقول ليه هو شوف راه حوايجك كيتصبنوا واخا نديرهم في الماكينه، راه انا عييت، قول لمرتك تصبنهم ليك. وهو شدني ودخل عليا لداك الدوش فاش حاطين الماكينه الصابون، وقليت ماكله الطبل نهار العرس. كيضرب ويقول ما ضربتش، يسلخ ويقول ما سلختش. ما عتقاتنيش امي، كنعيط ليها من ورا الباب وكنغوت ربي اللي خلقني وماما وغيدير ليا وعيبات الله. كتقول يا ماما تستاهلي، كتضحكي على خوك تسحبيه دري صغير قال لك صبريهم بيديك، اش فيها الا شديتي جوج سريولات وحكيتيهم بيديك اش غيطرا؟ انا ربيتكم كاملين غير بيديا، ما كانت لا ماكينه لا والو. كنت كنصبن لك الخروق وندير لك لي كوش ونصبن لكم انت وخوتك وهذا، اش فيها الا حكيتي لي حوايجو؟ سلخني حتى عيا حتى عرف ما دار، خوا فيا كاع ستريس اللي عنده في النهار كامل. صافي هو يطفي على ديك الماكينه وجر لي هذوك الحوايج وهز لي الحوايج الاخرين اللي كانوا محطوطين في واحد السله، قال لي هادو كل ما تطلعيهم دابا تصبنيهم. المهم طلعت دوك الحوايج للسطاح ومشى هو بكثرة ديك التعصيبه اللي معصب عليا. مشى لبيتو بيت النعاس ديالو وحيد داك الكوفر ليا وحيد لي زار ديال الناموسيه والغشاوات ديال المخاد وحيد كاع داكشي اللي كيتحيد. طلعوا ليا للسطاح وحط ليا حوايج اخرين اللي كاع ما كانوا موسخين بزاف. حتى دوك الحوايج اللي كنصبنهم ليه في الماكينه عادي بحال الحوايج الداخليين والتيشيرتات وداك الشيء جابوا لي قال لي صبنيهم، وعرم عليا داك الجبل ديال الحوايج في السطاح وبقيت كنصبن. هي فاش قلت لكم البانيو الثالث اللي كنت كنحك في ديك الساعه. المهم الحياه ديالتي كانت بحال هكا. ملي كنت كنقرا في الليسي كنت كنخرج مع 8 الصباح وما نجي حتى ل 12، كنتغدى في الدار